السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خواتاتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن صحة ان شاء الله. اليوم غادي نتشارك معكم كيكة. الكيك هذا كيجي بحجم عائلي في مول كبير ديال الكيك. لاحظوا معايا الحجم ديالو كيخرج لكم قطع كثيرة. مقادير بسيطة متواجدة في كل بيت. غادي ندوزو ان شاء الله لتحضير الكيك ديالنا. غادي نحتاجو 4 البيضات من حجم كبير اللي تيكونوا بحرارة المطبخ. كنركز البنات على حرارة المطبخ باش الكيك ديالنا ما يبردش، باش يجي الكيك دافئ وكيساعد في الارتفاع ديالو. انا دابا كنعطيكم اهم المراحل واهم الحلول باش كيجيكم زعما كيك ناجح مزيان. ضفنا له كأس من السكر سنيدة، كتعبروا بكأس الشاي. ولا ما عندكمش كأس الشاي كما كنقولوا حنا المغربي، غادي تاخذوا حك ديال الزبادي او حك ديال الياغورت وغادي تعبروا به السكر وتعبروا به الزيت وتعبروا به كذلك الدقيق. هاد المرحله هادي غادي نخدم مزيان البيض مع السكر سنيده. لاحظوا معايا هنا كنخدموا البيض والسكر سنيده بواحد الطريقه اللي خص هاد الخليط يولي ثقيل ويولي بيض. ضروري هذه اهم المراحل، ان البيض يتغير من اللون الاصفر الى اللون الابيض حتى كنتحصلوا على واحد الحجم ديال البيض اللي يكون ثقيل. هنا غنستغنى على الطراب الكهربائي وناخذ غير الطراب اليدوي باش ما غاديش نطيح الحجم ديال البيض. كنضيف كأس من الزيت وتنبدا تنخلط من التحت حتى للفوق بطريقه خفيفه، بلا ما نخلط يعني بسرعه باش البيض ديالنا ما يطيحش. هنا عندنا حك ديال الزبادي، غادي نبدا كنخلط فيه حتى هو غير من التحت حتى الفوق. ونضيفو كأس من الحليب الدافئ وكيس من الفاني، وغنديرو قبصه من الملح باش كنحسنوا بها الذوق ديال الكيك ديالنا. بنفس الطريقه تنبدا تنخلط بشويه بشويه بلا ما نخلط بالجهد الخليط ديالنا باش ما كيطيحش. غادي نضيفو دابا ملعقه من الخل. بالنسبه للخل كيساعد في ارتفاع الكيك وكيعطيه واحد الهشاشه اللي كيجي هشيش وكيجي رطب بزاف. صافي الخليط ديالنا هنايا ها هما درنا جميع السوائل. وغادي ندوزو دابا باش نضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق خاصو يكون يعني مغربل على الاقل 2 غربيلات باش قد ما غربلناه كيجي رطب وكيجي خفيف وكيدخل لينا في ساعه وسط من الكيك ديالنا. هنا عندي كأس من الدقيق كما قلت لكم، اللي ما عندوش هذا الكاس هذا غادي يعبر بالكاس ديال الياغورت كلشي. هنا عندنا 2 أكياس من الخميرة ديال الحلويات. خميرة الحلويات تكون بحجم 8 غرام. هنا تنخلط الخليط على هذا الشكل هذا غير بايديا هنايا باش كنتاكد ان ما كاينش شي كتل من الدقيق اللي كتنزل لتحت. كنبقى كنخلط بشويه بشويه بيديا وكنهز من التحت الفوق وكنطلع الخليط بلا ما نطرب بالجهد البنات. كنبقى كنخلط هكا بشويه بشويه. هنا كيف ما تلاحظوا درنا الكأس الاول من الدقيق. غادي نديرو المجموع ديال الدقيق اللي غادي نستعملو 3 كؤوس من الدقيق المنخول جيدا. نقدروا نخلوه حتى ل2 مرات. كنبقى كنضيف الدقيق بشويه بشويه وانا تنخلط حتى كنكمل 3 الكؤوس. لاحظوا معايا الطريقه باش كندخل الدقيق، يعني راه ما كتلاحظوا ما كتشوفونيش يعني كنضرب بالجهد، كنحاول غير هذاك الدقيق نمزجو في الخليط والخليط كيرتفع. هانتوما لاحظوا ان الخليط كيرتفع، وإلا ضربتوا الخليط ديالكم بالجهد غادي تطيح هذيك الحجم ديال الخليط ديالكم، غادي يطيح وما يبقاش مرتفع بحال ما هكاك. صافي البنات بنفس الطريقه كنستمروا كندخلوه بشويه بشويه، يعني كيهز لكم 3 الكؤوس ديال الدقيق. بالنسبه للبنات اللي تيطيح لهم الكيك في الفران تتقول لك رانا خشيت الكيكه وتا بغيت نخرجها وطاحت، علاش؟ تما تتكونوا ناقصين الدقيق. الكيكه اللي كطيح ملي كتخرجها من الفران تتكون كميه ديال الدقيق قليله. هذاك الشيء علاش كتفش لكم الكيكه وكطيح وكتحلوا عليها قبل ما تكمل الطياب ديالها. هادو هما 2 الحوايج اللي تيخليو الكيك ديالكم انه تيكون مرتفع وتيطيح. يعني تتكونوا دايرين كميه ديال الدقيق قليله وتتكونوا انكم دايرين كذلك يعني كتطفيو على الكيكه
وهي باقا ما طابتش، يعني كتكونوا مديرين الحراره ديال الفران مرتفعه، تتبان لكم الكيكه بانها تحمرت من برا وهي من الداخل راها ما طيباش. ملي تتخرجوها تطيح بطبيعه الحال. فحتى الفرن كيلعب واحد الدور كبير في ان الكيك ديالكم يجي ناجح. بالنسبه للفرن كديروه بحراره ديال 150 160، وما يكونش سخون بزاف من تجيو تدخلوا فيه الكيكه، وكتشعلوا عليه غير من التحت فقط، وكتخليوه كيطيب على خاطره. على الاقل الكيك كياخذ واحد 45 دقيقه في الفرن، كاين اللي كياخذ حتى لساعه. بحال انا هاد الكيكه هادي تقدر تاخذ مني حتى لساعه، لان نمو الحجم كبير وتبارك الله مقادير كثيره. شوفوا هنايا كنشيط شويه ديال الدقيق، شويه ديال الخليط. بالنسبه لبعد الطريقه باش خوينا المقادير في الخليط في المول. ملي كتجيو تخويو الخليط في المول ما كتبقاوش تخويو في بلاصه واحده، حيت ملي تخويو في بلاصه واحده تيجيكم الكيك مرتفع من بلاصه و... وعوج لكم من جهه اخرى. يعني تبداو تخويو في الخليط وانتم كتدوروا فيه على المول، كتدوروا بحال هكا، المول كياخذ نفس القياس ديال الخليط. كنشيطوا شويه ديال الخليط، كنضيفوا ليه 4 ملاعق من بودره الكاكاو اللي كنديروا لوليداتنا في الحليب باش كيفطروا في الصباح. واللي بغى يدير الكاكاو المر شويه باش يجيه الخليط اسود، فممكن انه يديروا. انا اكتفيت غير هذا بالكاكاو ديال الاطفال. صافي غادي نزينها بهذا الشكل هذا، والتزيين كيبقى اختياري. وغادي ندخلها الفرن كما قلت لكم درجه الحراره 160، كتاخذ منكم تقريبا من 45 دقيقه حتى لساعه، حتى كتحمر كامله بلا ما تشعلوا عليها من الفوق. هنا خديت الشوكولاته ديال الدهن اللي كنديروا لوليداتنا اللي كندهنوا لهم بها الخبز، درت عليها ملعقه ديال الحليب، خلطتها مزيان ودخلتها لاميكروند حتى سخنت شويه ودابت شويه، وخلطت بها ودهنت بها الكيك. كتعطي واحد المذاق رائع جدا، وكنزينو بحبيبات الشوكولا. وكيجي الكيك ديالنا على هذا الشكل هذا، لاحظوا معايا كيجي كيك جميل جدا مرتفع وبحجم كبير. غادي نحاول انني نقطع معكم واحد طريف باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي. هذه هي الكيكه ديالنا، كتجي ناجحه، لان بزاف الناس كيقولوا لي كريمه ما كتنجحش لنا الكيكه. الصراحه عمرني ما شاركتها معكم الكيكه العاديه، اليوم انا شاركتها معكم، مازال غادي نشارك معكم كيكات اخرين ان شاء الله. فغير ما تبخلوش عنا باللايك والتعليق ديالكم. نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي. هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا، كتجي فيه طبقه سوداء وطبقه بيضاء، كيجي بنين. وحتى هاد الشوكولاته اللي درنا راها بنينه بزاف. كنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.